رباعيات كولر مستمرة حتى في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي بيوصل لدور المجموعات للمرة التاسعة على التوالي باكتساح سان جورج الأثيوبي برباعية نظيفة بطلها قفشة وكهربا وإمام. تعال أقولك بسرعة على تكتيك وطريقة لعب كولر في الماتش ده. كولر استغل السكواد العالمي اللي عنده وعمل عملية الروتيشن أو التدوير بين اللعيبة، مع خلق طبعا روح المنافسة الشريفة بينهم للحصول على أفضل نتيجة في المجمل. احنا دلوقتي بقينا بنتفرج على الأهلي ومش مهم التشكيل، لأن أي تشكيل بيلعب تحت قيادة كولر هيديك نفس الأداء والمتعة والأهداف. واللي بيأكد كلامي ده إن كولر النهاردة لعب بالتشكيل ده: الشناوي في حراسة المرمى، خط الدفاع ربيعة، عبد المنعم وهاني وكريم الدبيس، وفي نص الملعب كوكا وإمام عاشور وقفشة، وخط الهجوم عبد القادر وكريستو وكهربا. وبما إن كولر بيلعب ب4-3-3، لكن المرة دي كانت في وجود إمام وقفشة وكوكا. كوكا بيسقط من تحتهم، فهنا إمام أصبح محور لعب النادي الأهلي، لاعب بياخد الفرقة كلها لقدام، مركز 8 بروح مركز 10، بيعمل لك الثرو من نص الملعب ويقدر يوصل المهاجم بلمسة واحدة سواء شورت أو لونج باص. ده غير طبعا إنه بيقوم بدور المهاجم التاني جنب كهربا. وهنا تبان أهمية إمام عاشور وقدراته وقد إيه كولر بيعتمد عليه في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي. طب النهاردة كان في حاجة غريبة: عبد القادر ناحية اليمين وكريستو ناحية الشمال، وده عكس عدلتهم تماما. تعال بقى أقول لك ليه. إمام بيميل دايما ناحية الشمال وبيشكل مثلث هجومي مع كريستو وكريم الدبيس، وهنا شغل كولر يبان. واحد في نضج إمام عاشور لما يميل على جبهة فيها 2 لعيبة صغيرين زي طبعا كريم الدبيس وكريستو، فهيديهم الدعم مع اللامركزية اللي بين ال3 لعيبة، فده هيشكل لك جبهة نار. وبالفعل الجبهة شكلت خطورة كبيرة جدا على سان جورج الأثيوبي، وكريم الدبيس عمل الأسيست اللي أحرز منه قفشة الهدف الثالث. ناحية اليمين كولر كان معتمد في الجبهة دي على عبد القادر وهاني، وبيعملوا السويتش بينهم علشان العرضيات، واللي بالفعل حصل في جول كهربا الرابع. امال قفشه فين؟ قفشه بقى يا زميلي المفروض انه يقوم بدور امام ولكن ناحيه اليمين، بس ده برضو شغل كولر علشان عارف ان قفشه بيميل انه ينزل تحت المهاجم من القلب، وبالتالي يعمل شغله زي ما حط كهربا بالظبط كده هو والجول وخد ضربة جزاء، او يبقى مهاجم تاني جنب كهربا بس من القلب، وده برضو اللي شفناه في الجول الثالث لقفشه. وده طبعا طريقة لعب قفشه، انه دايما بيميل انه يضغط او انه هو يخش من قلب الملعب، مش انه يلعب ناحية اليمين او ناحية الشمال. فهنا كولر عارف امكانيات لعبته وعارف كل واحد بيعمل ايه وبيميل لايه، وبيحاول يستفيد بنقطة القوة اللي عند كل لاعب في النادي الأهلي. كهربا على الرغم ان كان عنده مشكلة في اللمسة الأخيرة، إلا انه بيحاول وقارف دفاع سان جورج، وبتحركاته في القلب كلفت الفريق الأثيوبي ركلة جزاء. ده طبعا غير الجول الرابع اللي اتعمل بلمسة واحدة بين عبد القادر وهاني مع اللامركزية في الأماكن، واللي أدت إلى عرضية حطها كهربا في المرمى. وفي الماتش ده أخيرا شفنا هيدر في هجوم النادي الأهلي، وأخيرا برضو شفنا جول من كرة ثابتة مباشرة في المرمى، وده برضو بيأكد كلامنا على شغل كولر مع اللعيبة. الخلاصة: كولر وصل بفرقة الأهلي إلى الكمال الكروي، فرقة هتكسب أي حد، ومش مهم مين ال11 اللي بيلعبوا بتيشيرت النادي الأهلي.